أبرز المسلسلات السورية المقرر عرضها في رمضان 2025 مسلسل تحت سابع أرض، تدور الأحداث حول الضابط موسى تيم حسن الذي يتعامل بصرامة مع كل من يحاول الاقتراب من عائلته، حيث يعتبرها خطاً أحمر لا يمكن المساس به. تدور القصة في إطار تشويقي داخل حارة دمشقية، وتتناول قضايا الفساد والصراعات الاجتماعية. مسلسل نسمات أيلول مسلسل اجتماعي خفيف، تدور أحداثه في إحدى القرى الريفية السورية، ويتناول العلاقات الإنسانية وقضايا الشباب اليومية وما يواجهونه من تحديات حياتية. مسلسل قطع وريد، تدور الأحداث حول جريمة قتل تقع في قرية قريبة من دمشق تدعى المفرق، حيث يبدأ التحقيق للبحث عن الجاني بين أفراد عائلتين تعيشان في القرية. مسلسل السبع ابن الجبل، تروي صراعات مختلفة بين العائلات، فضلاً عن نزاعات على السلطة وغيرها من المنافسات غير الشريفة، منها ما هو مالية ومنها ما هو تجاري. مسلسل العهد عمل بيئة شامية تحكي تفاصيل الاحتلال العثماني في دمشق، وتدور أحداثه حول قصة انتقامية بين عائلتين. مسلسل صراع التلال، تدور أحداثه حول قرية افتراضية على الحدود السورية يسيطر عليها جرائم المخدرات والسرقة. مسلسل ما اختلفنا عمل اجتماعي كوميدي مليء باللوحات الكوميدية الاجتماعية المنفصلة عن بعضها، يتناول قضايا المجتمع المختلفة. مسلسل حبق يحكي قصة حب تجمع بين سليمة التي تتمتع بقدرة خاصة على استشعار مصائر من حولها، وطيف مهندس إلكترونيات أجبرته الظروف على الابتعاد عن عائلته وخوض حياة جديدة بمفرده. مسلسل تحت الأرض يعود فيه الفنانون مكسيم خليل وسامر المصري إلى الدراما السورية، والتي تدور أحداثها بمدينة دمشق السورية مطلع القرن الفائت، وتحديداً في العام 1900، ضمن دراما اجتماعية تتناول الجريمة والصراع بين التجار في تلك الفترة. مسلسل ليالي روكسي، تدور أحداثه في عام 1927 خلال فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، ويحكي قصة إنتاج أول فيلم سينمائي بدمشق. أبطال المسلسل أيمن زيدان، سلاف فواخرجي، منى واصف، دريد لحام، وفاء مصلي، شادي الصفدي، أمانة توالي. شكراً لك على المشاهدة. لو أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.